دول بيضربوا على الطعام، يعني دول كده مثلا في 60 واحد. كل دول كده 60 واحد. لا لا، دول اكتر من 60 بكتير. لا كان على الراجل. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده جينا لكم فيديو جديد على قناه اخويا وليد دوكيومنت. النهارده بدون الخوض في تفاصيل كتير احنا هنحكي قصه 3 شباب خلصوا ثانويه عامه زي اي 3 شباب خلصوا ثانويه عامه، حبوا يفتحوا مشروع. طبعا كان اكتر مشروع ترند الفتره دي مشروع الكتاكيت، تمام، وتسمين الدواجن وما والى اخره من. مفيش، احنا اتجمعنا 3 شباب قال لك يا باشا هنفتح ايه مشروع كتاكيت. ماشي يا باشا، طب ايه هنعمل المشروع فين وبتاع؟ عملناه على السطح بتاع واحد صاحبنا. طبعا بقى ايه، الدنيا مطرت، السلك لمس في العشه، فالايه العشه ولعت فالعشه ولعت. ده كان بدايه الايه، ده كان بدايه المسيره. ايه طبعا ممكن كانت تمشي فراخ شوايه، بس الموضوع راح في حته الحرق، هو ما يعني تمام ما تتاكلش. قلنا بقى خلاص بقى نوسع المشروع بما اننا كسبنا في الدوره الاولانيه كانت اتحرقت. فالمهم ايه، قلنا نخش تاني في ايه مشروع كبير بقى، نوسع الدايره. قالوا يروحوا يأجروا شقه، تمام، فأجروا شقه معلم في طبعا في احدى الاحياء الراقيه في حلوان. معاك صور للتاني فبعد ما اجرنا وبتاع ورسينا خلاص، والفيو حلو والكومباوند كان جميل وبتاع، فكانت بالمناسبه المنطقه اسمها العزبه القبليه. ما كانش فيها شبكه بحيث ان الناس كانت منغلقه على نفسها، ده كانت حاجه من الكومباوند، يعني الناس كلها تركز في شغلها. فاحنا قلنا هنجيب فراخ وبتاع، الناس قالوا لك طب الريحه ومش عارف ايه الكومباوند بقى. طبعا قلنا لا يا عم، احنا هنجيب الفراخ وايه، واول باول هننضف ومفيش ريحه تطلع، تمام. طبعا واحد صاحبنا شغل دماغه جاب لك الشفاط بتاع المطبخ بتاع بيتهم، تمام، شفاط قد كده، تمام قال لك ايه هيشفط الريحه ويودي. طبعا الريحه طلعت على المنور، فكان في واحده من احدى سكان الكومباوند اسمها ام عبد الله، الله يمسها بالخير، دي كانت من الناس الداعمه لهذا المشروع، يعني كانت دايما تقول لكم ايه، تقول لهم نظفوا واعملوا إيه. يعني كانت ايه دايما تحس على النظافه في المشروع. فالمهم بدأنا المشروع، قلنا يا عم ايه خلاص كده ايه، ربنا يفتحها في وشنا، واللي عايز يتجوز يتجوز، واللي عايز يجيب عربيه يجيب عربيه بتاع، وهنمسك فلوس من الاخر، هنمسك فلوس يعني. فقلنا خلاص، دخلنا معلم، كنا جايبين حد يبص لنا على الدوره وبتاع ادويه وبتاع. طب كنا جايبين دكتور بيطري، الدكتور البيطري برده كان بيجي لنا يبص على البتاع، كان معاه مكنه، الدكتور البيطري كان معاه مكنه. فالمهم ايه، يعني طبعا من اقرب الدكاتره اللي انا شفتهم في حياتي اللي معاهم مكن، يعني ما شفتش دكتور قبل كده سايق مكنه صيني. فالدكتور كان بيجي بتاع يبص لنا، طب حط لهم ادويه، طب مش عارف ايه. طبعا الادويه كانت اول باول طبعا، يعني كانت الادويه مفعولها بيبان على طول، لان احنا كنا بنخش كل يوم الشقه نشوف 3 كتاكيت 4 كتاكيت ميتين، فكان المفعول اول باول بيبان، تمام. فقلنا يا عم ماشي خلاص، طبعا المفعول بان، المفعول الادويه بانت، وقلنا يعني الحمد لله كويس. فبعد ما مفعول الادويه بان الحمد لله نسبه الوفيات كترت، ففي مفعول، تمام، من هنا لهنا لهنا. خلاص بقى الدوره بتخلص، خلاص كنا جايبين مثلا 120 كتكوت صفصفوا على 30 40 كتكوت. فالمهم يعني خلاص الموضوع راح في حته المكسب، يعني خلاص يعني هنمسك فلوس، انت فاهم، اكلمك في ان انت 120 كتكوت دخلت في 40 كتكوت، فانت خلاص انت كده ايه يا باشا، انت كسرت دراسه الجدوى وكسرت المقاييس بتاعه المشروع ده. فالمهم يا معلم رحنا بعنا، طبعا من كتر جوده المنتج جبنا بتاع 5 6 ناس ايه يشوفوا بص على البتاع ويمشوا، مش يعني الموضوع اول مره يشوفوا كتاكيت بالفراخ محمره من هنا وبتاع، وحاجه جنس اخر يعني من الفراخ، تمام. طبعا عشان الفراخ بتاعتنا كنت بقول لك كومباوند وفيو بتاع، فالفراخ كانت على طول بتاخد تان. طبعا الدكتور البيطري قال لك نهتم بالسكين كير وبتاع، فكانت ساعات بتبقى عينيهم حمراء، بس ده تاثير تقريبا مش عارف تاثير ايه، بس كان يعني ما اعرفش كانوا بيصبحوا ولا ما، يعني ما اعرفش. كنت بكلمك في جوده منتج فهتبيع، فلازم تروح تكلم تاجر يجي يشتري منك الكميه كانت ضخمه، فانت بتتكلم انت كنت جايب 120 كتكوت صفصفه مثلا على 60 كتكوت، فانت بتتكلم في كميه، تمام. بس جبنا اول تاجر قال لك الفراخ دي يعني الصنف ده عالي، يعني قال لك مش هقدر، يعني ما اعرفش هو كان مش هيقدر يشتريه، ولا هو الموضوع كان بالنسبه له غريب، يعني كان جبنا الاول في الثاني في الثالث، فايه كنا عايزين نبيع الكيلو على، كان الكيلو في السوق بكام؟ كنا عايزين نبيع الكيلو على 32. فالمهم بعد ما جبنا التجار، جبنا 3 4 تجار، طبعا التاجر كان بيشوف الانتاج بتاع الدواجن كان بيتفاجئ، يعني اول ما يشوف الفرخه محمره من هنا كده وعينيها حمراء وبتاع الفرخه كلها عملت فالايه، هو كان بالنسبه له لا حاجه كواليتي يعني. فقال لك لا يا معلم انا مش هاخد الانتاج ده، لان انا ما عنديش ناس بتشتري الحاجات العاليه دي والكواليتي. قلت له خلاص يا معلم احنا ساكنين في كومباوند، فطبعا لازما ايه اتشهرنا احنا بقى، بتوع الفراخ راحوا بتوع الفراخ جم فاتشهرنا، يعني قلنا هنخرج بقى ايه للناس، يعني بما ان احنا ايه خلاص كده، يعني ما فيش حد مقدر براءه الاختراع اللي احنا عملناه يعني عشان عملنا ايه
يعني المفروض بيقول لك صافي اوزان يطلع 2.5 كيلو، احنا يا باشا كان اكبر حاجه عندنا كيلو ونص، وكان عندنا ناشئين بقى 900 جرام، يعني حاجه ما جابتش الكيلو فاهم. طلعنا بقى ايه للاهالي وكنا بنطلع برضو، كنا بخلي بالك يعني ايه، كنا بنمضي عقود احتراف كتير وبنعمل استجنة للعيبه كتير، فخلاص طلعنا اول. المهم الدوره دي ايه طبعا ربحانه 100% من كل حاجه، يعني بتتكلم ان انت جبت 120 كتكوت صفصفه على 60، فانت ده اول بند من بند الربح في هذا المشروع. الرجاله سخنت قالت لك كسبنا وبتاع، والفلوس لعبت في ايديها، ففاجئوا فقال لك ايه نخش واحده ثانيه. طبعا معلم واحده ثانيه، طبعا الصيف دخل علينا، الاول كنت بتدفي دلوقتي انت عايز تبرد، فمش عارف تبرد ازاي. تمام طبعا مش عايز اكلمك في الريحه بتاعت المكان، كانت من يعني انا عمري ما شميت ريحه زي دي، يعني لان الريحه دي كانت يعني هي ملهاش وصف، الريحه ملهاش وصف يعني الريحه توصفش، الريحه تتشم بس بعدين انت تفهم بقى انا بتكلم في ايه. بس يا معلم دخلنا الدوره الثانيه، قلنا بقى المره دي خلاص بقى هنجيب كميه وبتاع وكميه كبيره وعلف بقى خلاص تجار، يعني انت بتتكلم في تجار وبتاع وخلاص. يعني جبنا كام فرخه ساعتها؟ 225 225 المفروض يطلع صافي اوزان في اخر الدوره نص طن لحمه بيضاء. طبعا احنا طلعنا متوسط مش محتاجين طبعا احنا طلعنا، احنا جبنا 250 نص بس من غير طن 225 فرخ. طبعا ال 225 فرخ عقبال لما جبناهم من الراجل وديناهم على الشقه كانوا بتاع سكه 130 فرخ. فالمهم ايه كنا جايبين فراخ كمان من بيقول لك في فراخ قب، دخلنا في فراخ القب يا معلم. الفراخ القب قال لك ده احسن فرخ في السوق، قلنا خلصانه يا عم اشتري فرخ القب، احنا بنهتم بالكواليتي طبعا. طبعا فراخ القب دي من انضف الفراخ، يعني انت تسيب مثلا 10 فراخ تاني يوم ترجع تقوم 3 فراخ، فاللي هو ايه يعني هو بكيفه بقى، هو لو عايز مثلا يخلص النهارده هيخلص، هو يعني مش ملزوم بوقت. فالمهم يا معلم قلنا خلاص هنشتري فراخ القب، اشترينا 225 فرخ. يا دوب خدناهم من عند الراجل وديناهم على الكومباوند، كان الموضوع وصل معانا في 130 فرخ. فكنا بنتكلم كده في نسبة مثلا، يعني انت بتتكلم في نسبة 90% خسارة و10% ربح، فاللي هو الموضوع برضو كان جايب همه، يعني انت برضو كان تعبك، انت بتشوف تعبك برضو. بس فروحنا جبنا ساعتها العلف جبنا علف قد ايه؟ جبنا علف قد ايه؟ جبنا كام شكاره؟ جبنا 20 شكاره كانوا عاملين 5000 ونص، دول جبناهم من الموزع، من الموزع نفسه تجار بقى. تمام انت كده هتعمل اعلان. المهم قلنا بقى ايه خلاص احنا تجار، فمش هينفع بقى نروح نجيب كيلو علف وشويه علف والكلام ده احنا نجيب ايه كميه العلف كلها. رفعناهم على تروسيكل وكنا قاعدين على التروسيكل، كنا ايه رفعنا يعني بقى. لو لقيت معايا فوتج للتروسيكل ده حط الكلام ده كله. فاهم. حتى كان راكب معانا عيل صغير، كنا خلاص مديرين مشروع يعني. خلاص انت بتتكلم في اداره، فجبت تروسيكل وبتنقل وبتاع، داخل بالتروسيكل الكومباوند، ومثلا معاك شكارتين نشاره، فاللي هو انت مش معتمد حد، فاللي هو قشطه، والشكاره عماله تخش في قفاك وبتاع وفي عينك.